السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده باذن الله هعمل معاكم بطاطا في الفرن بدون بشاميل، بدون ما نسلق البطاطا، ومن نتيجة طعم لذيذ جدا ومميز جدا جدا. باذن الله جربوا الطريقة وتعجبكم. تعالوا بقى نشوف الطريقة، بس تشبع لايك حلو زيكم كمان الاشتراك. اول حاجه بقى معايا كده كيلو من البطاطا، غسلته كويس جدا، وبعد كده هبدا ان احطه في حله عندي، وكمان هضيف معاه كوبايه ونص من الميه. هبدأ كده بقى اشغل النار في البداية كده على نار عالية لحد ما الاقي بس كده المية غليت معايا، يعني حوالي كده غلوتين، وبعد كده هبدأ ان انا اهدي النار، يعني النار كده تكون فوق الشمع حاجة بسيطة. هنا بقى كانت خلاص هو البطاطا استوت عندي. طب اخدت قد ايه سوا على النار؟ اخدت نص ساعة. طبعا ما البطاطا كانت متوسطة صراحة، بتاخد سوا اقل، بس انا ساعتها ما لقيتش البطاطا اللي هي الكبيرة، فطبعا جبتها وقطعتها بالشكل ده. طيب بعد كده هبدأ ان انا اقشرها واهرسها بقى كده بالشكل ده. وهضيف كمان معاها معلقتين كبار من السكر، وكمان معلقتين كبار من العسل. بس طبعا لو ما بتحبيش العسل تقدري انت تستبعديه وتحطي كمان معلقتين من السكر، يعني كده اجمالي السكر هيبقى 4 معالق من السكر. بعد كده بدأت ان احضر صينية عندي وهدهنها كده بمعلقة من السمنة. طبعا هنا فايدة السمنة طبعا هتدي طعم حلو جدا للبطاطا، وفي نفس الوقت بعد ما البطاطا تستوي معانا ونيجي نقطعها هتتقطع معانا بكل سهولة، او القطعة يعني هتطلع معانا كمان بكل سهولة، مش هتبقى لازقة في الصينية من تحت. هنا بقى سويت البطاطا بالشكل ده، وتعالوا بقى كده نحضر الخطوة التانية. معايا كوبايتين من اللبن، معايا كمان كوباية من المية، وكمان 3 معالق كبار من النشا، و3 معالق كبار من السكر. هبدأ بقى كده اقلب كده على البارد في البداية، وبعد كده هشغل النار. هبدأ بقى كده اقلب تقليب مستمر لحد ما الاقي كده المهلبية بدأت ان هي تغلى عندي وكمان تبقبق. هسيبها بقى تغلي كده على نار هادية حوالي كده 3 أو 4 غلوات، بحيث اضمن ان النشا تكون استوت كويس وطعمها ما يكونش باين في المهلبية. هبدأ اضيف بقى كده المهلبية للبطاطا. وبعد كده هسويها بالشكل ده. بعد كده هدخل البطاطا عندي على فرن يكون حامي مسبقا على الشبكة في النص. بتاخد في الفرن تلت ساعة. ببدأ بعد كده اقفل الفرن وهشغل الشواية، يعني بتاخد كده تحت الشواية حوالي 5 أو 7 دقايق، بس اهم حاجة بس الشواية تكون نارها هادية. تمام. هنا بقى طلعت بقى هي قطعة البطاطا، طبعا هي كانت لسه دافية، بس عايزة اقول لكم انها طعمها حلو جدا. كنا طبعا عارفين ان البطاطا في كل حالاتها حلوة، سواء بقى دافية او ساقعة، فهي صراحة في كل حالاتها حلوة. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا لذيذ جدا جدا. اتمنى طريقه النهارده تكون عجبتكم. عجبك الطريقه مش لايك حلو زيكم كمان الاشتراك مع المشاركه عشان الكل يستفاد. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله.